يعتبر كتاب غير تفكيرك، غير حياتك من تأليف برايان تراسي مرجعاً أساسياً في مجال التنمية البشرية، حيث يقدم للقارئ منهجاً شاملاً لتحقيق النجاح في مختلف جوانب الحياة. يعتمد الكتاب على فكرة أساسية، وهي أن تغيير طريقة التفكير يمكن أن يؤدي إلى تغيير جذري في النتائج وتحقيق الأهداف المنشودة. يتميز الكتاب بأسلوبه الواضح والمباشر، حيث يعرض الأفكار والمفاهيم بطريقة سهلة الفهم والتطبيق. يقدم تراسي في كتابه مجموعة من الأدوات والتقنيات التي تساعد القارئ على تحديد أهدافه بوضوح، والتغلب على العقبات التي تواجهه، وتحويل الأفكار السلبية إلى أفكار إيجابية. الكتاب مقسم إلى 12 فصلاً، وكل فصل يتناول مفهوماً أو مهارة محددة تساعد القارئ على تغيير طريقة تفكيره لتحقيق أهدافه والوصول إلى النجاح. الفصل الأول: تحديد الأهداف. يعتبر تحديد الأهداف حجر الزاوية في رحلة الإنسان نحو النجاح، فهي المحرك الذي يدفعنا إلى الأمام ويمنح لحياتنا معنى وغاية. فعندما نحدد أهدافاً واضحة ومحددة، فإننا نرسم لأنفسنا خارطة طريق واضحة المعالم، ونوجه طاقتنا وجهودنا نحو تحقيق ما نصبو إليه. فالأهداف تساعدنا على تحديد الاتجاه الصحيح، وتمنحنا شعوراً بالهدف والإنجاز، وتحفزنا على بذل أقصى ما في وسعنا لتحقيق أحلامنا. الفصل الثاني: بناء الثقة بالنفس. في هذا الفصل نسلط الضوء على مهارة أساسية لا غنى عنها لتحقيق النجاح في أي مجال من مجالات الحياة، ألا وهي الثقة بالنفس. إن الثقة بالنفس هي الإيمان بقدراتنا وقراراتنا، وهي الشعور بالكفاءة والاستحقاق الذي يدفعنا إلى الأمام ويمنحنا الشجاعة لمواجهة التحديات والصعوبات. فعندما نثق بأنفسنا، نكون أكثر استعداداً للمخاطرة المحسوبة واقتناص الفرص والمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا دون تردد أو خوف. كما أن الثقة بالنفس تساعدنا على التعامل بفعالية مع الإخفاقات والنكسات، وتحويلها إلى دروس قيمة نتعلم منها ونستفيد منها في مسيرتنا نحو النجاح. الفصل الثالث: إدارة الوقت. في هذا الفصل نكتشف سحر إدارة الوقت وأهميته في رحلتنا نحو تحقيق أهدافنا. فالوقت هو أثمن ما نملك، وإدارته بكفاءة هي مفتاح الإنتاجية والنجاح. عندما نتعلم كيف نتحكم في وقتنا، نصبح قادرين على إنجاز المزيد من المهام في وقت أقل، وتحقيق التوازن بين مختلف جوانب حياتنا. الفصل الرابع: التغلب على المخاوف. في هذا الفصل نغوص في أعماق عالم المخاوف، تلك العوائق الخفية التي قد تعيق تقدمنا نحو تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. فالمخاوف، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حقيقية أو متخيلة، تشكل جداراً صلباً يمنعنا من الانطلاق نحو النجاح. ولكن عندما نتعلم كيف نكسر هذا الجدار ونتغلب على مخاوفنا، فإننا نفتح لأنفسنا أبواباً واسعة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات. الفصل الخامس: مهارات التواصل. يؤكد برايان تراسي على أن التواصل الفعال هو حجر الزاوية لتحقيق النجاح في جميع جوانب حياتنا. فعندما نتقن فن التواصل، نصبح قادرين على بناء علاقات قوية ومتينة مع الآخرين، سواء كانوا أفراداً من عائلتنا أو أصدقاء أو زملاء في العمل أو حتى غرباء. والتواصل الفعال لا يقتصر على مجرد تبادل الكلمات، بل هو عملية تفاعلية تهدف إلى فهم الآخرين والتعبير عن أفكارنا ومشاعرنا بوضوح وصدق. الفصل السادس: التفكير الإيجابي. يؤكد هذا الفصل على أن التفكير الإيجابي هو قوة دافعة عظيمة تساعدنا على تحقيق النجاح في مختلف جوانب حياتنا. فعندما نتبنى طريقة تفكير إيجابية، فإننا ننظر إلى العالم بتفاؤل وأمل، ونركز على الجوانب المشرقة في حياتنا، مما يزيد من فرصنا في تحقيق أهدافنا بشكل أسرع وأكثر فعالية. الفصل السابع: اتخاذ القرارات. في هذا الفصل يسلط برايان تراسي الضوء على أهمية اتخاذ القرارات كمهارة حاسمة للنجاح في عالم اليوم. فالحياة مليئة بالخيارات والتحديات التي تتطلب منا اتخاذ قرارات صائبة ومناسبة، سواء كانت قرارات بسيطة تتعلق بحياتنا اليومية أو قرارات مصيرية تؤثر على مستقبلنا. ويؤكد تراسي على أن اتخاذ القرار ليس مجرد عملية عشوائية، بل هو فن يتطلب تفكيراً عميقاً وتخطيطاً جيداً وتقييماً شاملاً للخيارات المتاحة. الفصل الثامن: حل المشكلات. في هذا الفصل يركز برايان تراسي على أهمية مهارة حل المشكلات كأحد أهم مفاتيح النجاح في مختلف جوانب حياتنا. فالحياة لا تخلو من المشاكل والتحديات التي تواجهنا بشكل يومي، سواء كانت مشاكل شخصية أو مهنية أو اجتماعية. والقدرة على حل هذه المشكلات بفعالية هي ما يميز الأشخاص الناجحين عن غيرهم. الفصل التاسع:
التفكير النقدي في هذا الفصل يؤكد برايان تراسي على أن التفكير النقدي هو إحدى أهم المهارات التي تمكننا من تحقيق النجاح والتميز في عالمنا المعاصر. ففي عالم مليء بالمعلومات المتضاربة والآراء المختلفة، يصبح التفكير النقدي أداة ضرورية لتقييم هذه المعلومات بشكل صحيح، وتحليلها بموضوعية، والوصول إلى استنتاجات منطقية ومحكمة. الفصل العاشر: إدارة الذات. في هذا الفصل يتناول برايان تراسي موضوعاً هاماً وأساسياً لتحقيق النجاح في جميع جوانب حياتنا، ألا وهو إدارة الذات. فإدارة الذات ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي مجموعة من المهارات والأدوات التي تمكننا من التحكم في سلوكنا وأفكارنا ومشاعرنا، وتوجيهها نحو تحقيق أهدافنا وطموحاتنا. فعندما نتقن فن إدارة الذات، نصبح قادة لأنفسنا، ونكون قادرين على تحقيق أقصى إمكاناتنا وقدراتنا. الفصل 11: الإبداع. في هذا الفصل يسلط برايان تراسي الضوء على الإبداع باعتباره مهارة أساسية لتحقيق النجاح والتميز في عالمنا المتسارع. فالإبداع ليس مجرد موهبة فطرية، بل هو قدرة يمكن تطويرها وتعزيزها من خلال الممارسة والتمرين. فعندما نطلق العنان لقدراتنا الإبداعية، نصبح قادرين على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تواجهنا، وتطوير أفكار جديدة ومدهشة، وتحويل رؤانا إلى واقع ملموس. الفصل 12: الإنجاز. في هذا الفصل الختامي يؤكد برايان تراسي على أن الإنجاز هو الهدف النهائي والغاية القصوى من كل عملية تغيير. فالإنجاز ليس مجرد تحقيق للأهداف، بل هو تتويج لرحلة طويلة من التغيير والتطوير. فعندما نغير طريقة تفكيرنا، ونطور مهاراتنا، ونتغلب على مخاوفنا، فإننا نفتح لأنفسنا أبواباً واسعة نحو تحقيق الإنجازات التي نصب إليها. فالإنجاز هو الثمرة التي نجنيها بعد أن نزرع بذور التغيير ونسقيها بالعمل الجاد والمثابرة. وفي الأخير، نتناول أهم الاقتباسات من الكتاب في خضم التحديات التي لا حصر لها في عالمنا. تكمن قوتنا الحقيقية في قدرتنا على تغيير طريقة تفكيرنا والتكيف بمرونة مع مختلف الظروف والمواقف. لا تدع أفكارك المحدودة تقف في طريقك، فالتغيير في طريقة تفكيرك يفتح لك آفاقاً واسعة من الإمكانيات. ابدأ يومك بفكرة إيجابية، وسترى كيف أن التفكير الإيجابي سيغير حياتك. إذا اعتبرت التحديات محفزاً يدفعك إلى الأمام، فإنك بذلك تضع قدمك على بداية طريق التغيير الشامل لحياتك. إن تحويل طريقة تفكيرك هو الخطوة الأولى نحو قصة نجاحك المدهشة. إن التفكير الإيجابي يتعدى كونه مجرد رؤية متفائلة للحياة، ليصبح استراتيجية فعالة لتحويل المحن إلى منح وفرص لا تقدر بثمن. التفكير بإمكانياتك وقدراتك يخلق واقعاً جديداً، فكن مفتاح تغيير حياتك.